حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا بقى النهارده نصلي على حبيبنا النبي، واقول لكم انا مصممه تصميم غير عادي ان انا اجرب كل اطعمه الجبنه القريش ده من كتر جمالها، ومن كتر كل مره ما بكتشف انها بطعم مختلف اجمل واجمل. فصممت اعمل كل الاطعمه، وان شاء الله هعمل اطعمه جديده من فكري انا باذن الله. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هعملها بطعم الزيتون. جبت زيتون اهو، بصراحه ما لقيتش، كنت عايزه اعملها بالزيتون الاسمر بس ما لقيتش. المهم بقى كسلت الف عليه فجبت زيتون اخضر. تمام. وطبعا اللي قدامكم ده يا دوبك بس نص كيلو جبنه، انا بعمل التجربه على نص كيلو جبنه مكسره زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده. هحط اهو حوالي 3 معالق او 4 او 5، لاني طلعت فعلا ام زيتون دي تحفه تحفه زي ما انتم شايفين. وهحط لها ندعه زيت صغيره. بصي بقول لكم الازازه حتى فيها زيت كتير، هي يا دوبك ندعه بس. وهعمل ايه هنا؟ بصوا يا دوبك بس عملتها في المطحنه كده. بصوا شايفين القوام؟ خطيره. عايزه اقول لكم طلعت طعمها تحفه. في نفس البتاع اللي عملت فيها اللي هو الزيتون والجبنه يعني اللي هي المطحنه بتاعت الخلاط، هنزل فيها الفلفل، وهنزل فيها كمان 4 معالق جبنه قريش، وكمان هحط لها برضو سنه زيت. بس المره دي انا هحط لها شطه، لاني بصراحه الفلفل ما طلعش حراق، فانا هضيف لها شويه شطه اضافي كده من بره. بصوا زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم تهبل. بس انا يعني من كتر فعلا كل مره ما بكتشف جمالها بصمم ان انا اعمل منها تجارب وتجارب. بصوا شايفين؟ دي ام زيتون، ودي طبعا ام شطه وفلفل. عايزه اقول لكم طعمها تحفه، الا يا جماعه جنب الفطار الصبح، الا لما تكوني بتاكليها بالبقسماط. مش قادره اقول لكم فعلا الجبنه طعمها حلو جدا ازاي. يا رب يا رب يكون الفيديوهات اللي بعملها لكم دي تكونوا بتستفادوا منها. ونفسي كمان لو انتم ما جربتوش الجبنه دي قبل كده تجربوا فعلا الجبنه القريش باي طعم من اللي انا عملته بيه. ويا ريت تقولي لي انهي طعم طلع معاكي احلى، او انهي طعم انتي واسرتك حبيتوه. بس كده الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبك، واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.